السلام عليكم، كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بيا معكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بحر مريم المنتقده. ليكم توحشكم بزاف بزاف، وكنعتذر على الغياب ديالي الطويل، وكنتمنى انكم تكونوا دائما بالف خير وعواشركم مبروكه وتدخل عليكم بالصحه والسلامه وبكل ما كتمنوا يا ربي. إلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع العائلة والأصدقاء ديالكم عبر مواقع التواصل. خليولي التعاليق ديالكم، الغزالة الفنة بحالكم في خانة التعاليق. الرأي ديالكم كيهمني. عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ما عجبكمش اعملوا ديزلايك، لكم حرية الاختيار. وندخل الموضوع مباشرة. موضوع ديال العاقة وبكريشة وسعاد باقي طويل وما بغاش يتسالى وما بغاش يتقضى، ولكن للاسف الموضوع زاد كبر وشوفنا شي حوايج اللي ما كنتش انا شي نهار كنتوقع نشوفهم بكل صراحه. بعض المرات كنبقى نسقسي راسي واحد السؤال، كنشوف شي حاجه كنتصدم، كنقول واش هادشي هذا عادي زعما؟ واش انا مجا من العهد الحجري؟ واش انا مازال باقي عندي هاد الامور هادي حشومه؟ واش هاد الناس اللي ما كيحشموش؟ واش انا اللي معقده؟ بزاف التساؤلات كيبقاو يطرحوا لي. غنخليكم مع بعض المقاطع ديال العاقه وغادي نرجع معكم. إلا كانت ماما أنا بغيت ندخل الحبس فراه غنقول لكم تستاهل، لأنه بغات تغرق واحد بسنين ماشي حشومة عليها. أنا كنبقى نشوف والله العظيم هادشي كامل. معكم كيف كتشوفوا العاقه كيفاش كتهضر على الام ديالها وقالت بان الام ديالي خصني تدخل للحبس، حيت بغات تصيفط السيد اللي هو الاب ديالها، زعما بغات تصيفطو بسنوات ديال الحبس، وهي اللي كانت دخلت للحبس كتستاهل. بلاتي بغيت غنفهم، واش كاين شي ابنه او ابن كيتكلم بهاد الطريقه هادي على الام او الاب ديالو وكيطلب له كيتمنى له الحبس؟ اللي خصوصا الام اللي تحملات وتعذبات وقاسات ولدات كبرات، راه غير فاش كتكون كتولد الام راه كتكون رجل في الدنيا ورجل في الاخره. في اي لحظه تسمع الدكتور ديالك يقول انا لله وانا اليه راجعون، يعني ماشي ساهل تخبط هذاك الطفل الجنين في كرشك وفي الاخر تكبرو وتعب عليه وتوصلو وتقريه، في الاخر يجي عندك يقولك انا كنتمنى لك الحبس. دابا بغينا غير نفهموا واحد الحاجه، واش رجعنا كنخافوا اننا نعملوا وليداتنا؟ واش الوقت تبدلات ولا حنا اللي تبدلنا؟ ولا شي حاجه ماشي هي هذيك؟ شي حاجه اللي رجعت دابا في اواخر هذه السنوات الاخيره، شي حاجه رجعت ماشي هي هذيك. لا ولاد بحال الناس، لا ناس بحال الناس، لا عائلات بحال الناس. كلشي تبدل، كلشي تخربق. داكشي اللي وصى عليه الله سبحانه وتعالى، وداكشي اللي وصى عليه الرسول عليه الصلاه والسلام، داكشي كله تبدل، حتى حاجه ما بقات، كل شيء تبدل في هاد الزمان. المهم، فاش نسمع عن الابنه كتقول انا بغيت لك الحبس، فهنا انا بدا قسما بالله ملي سمعت هذا المقطع هذا لا فيديو هذا اللي سمعته دابا تصدمت. قلت لا ما يمكنش، ماشي تنهاد الدرجه هذه. واش تنهاد الدرجه كاين ولاد بحال فيهم هاد الصفات هادو؟ تنهاد الدرجه كاينين عاقين؟
ايه عارفه كي يكون الولد سكران ما نعرف شنو كيضرب ماماه وهادشي كله كنعرفه، ولكن بنت كتكون حنينه على والديها، وخصوصا كتكون حنينه على الاب وعلى الام وعلى خوتها، خصوصا الا كانت الابنه كبيره كتهز المسؤوليه، كتهز هم كبير. وهادشي سولوه لي انا فاش كتكون نتينا البنت الوحيده او الكبيره، كتكون مسؤوليه على ظهرك كبيره بزاف، كتهز الهم من خوتك لوالديك، الى شي حد في خوتك عنده شي مشكل، الى ما مرتاحش في حياته، الى مازال معطل في المستقبل ديالو، الى الام مريضه، الى الاب مريض، كتهز المسؤوليه الدار كامله والافراد ديال الاسره كاملين. لكن هنا العكس، كنشوفوا بان الابنه كتمنى الام ديالها الحبس، كتمنى هذيك اكفس ما كاين يتمناه الانسان هو الحبس. تخيل معايا هاد الابنه اللي كانت خرجات وكتقول الام ديالي فاسده، الام ديالي كتمشي مع الرجال، الام 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 الام. تخطات هاد الامور هذه كلها وجاتكم ختماتها لكم في النهايه، اللي من هنا لقدام على الله شنو باقيين غنسمعوا منها، مي ختمات لكم هادشي كله اللي تقل قبل، ختماتو لكم في انا بغيت لها الحبس. غنخليكم مقطع اخر وغنرجع معكم. كيف سمعتوا في هاد لا فيديو هذا، انا قسما بالله الا كنحير بعض المرات سمعتوها كتقول لكم بان الاب ديالي نهار خرج زغرت فاش كانت المشكل اللي وقع في الولايه وداكشي، نهار اللي غنعرفوا حنايا بزاف الحاجات اللي تفرشوا فيه بزاف الحاجات اللي للاسف كنا كنقولوا يا ريت نكونوا غلطانين، يا ريت يكون هادشي كامل اشاعات، لان بنت في عمرها 17 عام تكون دايزه من هادشي كله راه صعيبه وقاصحه شويه. الوقت اللي كان زغرت الاب ديالها اللي خرجت دابا كتقول لكم بان الاب ديالي نهار زغرت كنا بغينا نستروا على القضيه وكنا بغينا نعملوا. اليوم هي هنا كتفضح راسها وكتفرش راسها امام الملأ بان كل ما قيل كل ما يقال فهو صحيح. هنا بالنسبه للقنوات اللي ضدنا وبالنسبه للمتتبعين اللي ضدنا، غير هاد الفيديو او هاد اللايف، هو تعدى اللايف، هاد اللايف اللي عملت العاقه هو كافي 100% باش انه يثبت الكلام ديالنا ويثبت المصداقيه ديالنا ويثبت اننا احنا دائما كنا على حق. نهار شكينا ونهار هدرنا واكدنا كنا على يقين بان هذيك هي الحقيقه. علاش القضاء علاش باقي ما قالش كلمته وباقي ما عطاش اخر كلمات ديالو في هذا الموضوع هذا؟ القضاء ماشي هو احنا كيوتيوبر، انا كيوتيوبر غنلاحظ بزاف الحاجات وغنقط عليهم، ولكن ديك الحاجات اللي هما غير مرئيين، بحال مثلا شي حد غيتكلم على العاقه، بحال مثلا دابا حنا كنقولوا العاقه ولكن سميتها قانونيا ماشي العاقه، سميتها فلانه. يعني القضاء هنا ما غاديش يقول غادي يسمع العاقه ويسمع شي دليل وفيه العاقه، راه ما غاديش يقول هذا ماشي دليل اللي انا خصني نسمع سميتها في ديك المكالمه او سميتها في ديك الحوار. فهمتوا؟ القضاء باقي كيقلب على دليل ملموس قانوني اللي يثبت باننا احنا على حق، ولكن كلامنا كله على حق وحنا ثابتين 100% وعارفين اش كنقولوا، لان كاين شي حوايج ما وراء الستار. حنا فاش خرجنا قلنا كاين علاقه ابن والاب، كنا عارفين ان كاين علاقه ابن واب، لان دليل على هذا الشيء كله هو بكريشه. هو دابا رجع كيجي الكلام ديالنا وكيقول لكم بانني انا ما كانش في راسي نهائيا. قبل كان كيقول لكم بان هذا الشيء هذا وقع شحال هذه كان في عمرها 13 عام وكان في خبرنا هذا الشيء والبنت جات قالتها لي وقلناها للام وما نعرف شنو. اليوم كيرجع مع هادشي كله وكيقول لكم بان ما كانش في راسي نهائيا. انا هذا الموضوع هذا كان في راس سعاد، انا ما كانش في راسي وخباو عليا والبنت قالتها لماماها وما نعرف شنو، وعاد دابا بغى يعمل داك الشغل ديال الخاويه في عمرها ويبين بانه خصو يعرف من هو وما نعرف شنو. او الله بالله لا دوزتيها علينا ولا دوزها. حنا عارفين اش تما، عارفين اش كاين في قاع الخابيه، عارفينك انت ما تسواش وعارفينك ولد الحرام مقطر، عارفينك انك دماغ. كيف ما قالت بنتك واحد النهار قالت بابا واخا ما قاريش هو دماغ وانا دميغ. لا حبيبه، انت في عمرك 17 عام لكن باترونه 17 عام مقرصه. راه 17 عام في عمرك كنت انا مازال كنعمل الدويدات في شعري
17 عام انا قدك كنت مازال كنخرج كنلبس بيسو، مازال كنخرج وكنلعب بيسو وكنلعب كريطنا وما عرفت شنو كتقولوا نتوما، كنلعب ديك سالطه ولا لاسطا ولا لاستيك ما عرفت شنو كتقولوا نتوما، حبل ولا ما نعرف شنو. مازال انا خارجه كنجري مع ولاد الدرب وبنات الدرب. 17 عام مازال كنلعب اللعبه ديال البوليس والشفاره. في الوقت اللي انتي دوزتي فيهم علاقات غراميه داخل بيوت ديالهم اللي هما ادت ديك العلاقات للفراش. انتينا عارفه شنو كنقولوا ومتاكده من كلامنا اللي انتي والبارح في اللايف ديالك كتقول فيه انا غادي نعاود لكم ان شاء الله في هذا رمضان قصتي مع زهير. قصتك مع زهير بحال قصتك مع رضوان، بحال قصتك مع منعم، بحال مع قصص كثيره وقديمه. انتينا عارفه شنو كاين. الخبره اكدت الكلام ديالنا واكدت ديك 7 سنتيمترات اللي انتي دابا طلعتي وقلتي الخبره من الخبره. القضاء كيأكد كل شيء مع الوقت. راه لو كان القضاء كيجي كيحكم ما يعطيش بزاف ديال الوقت باش يبحث في القضيه، خصوصا قضيه قاصر، لان فاش كيطولوا الجلسات الا وانه كيتم التعميق ديال البحث، كيعمقوا البحث السلطات باش يعرفوا شنو كاين بالضبط. وهنا الا فلتت واحد الحاجه في الجلسه الاولى او البحث الاول غادي تقلب في البحث الثاني. فاش غيتعمق البحث المره الثانيه غتاكد داكشي اللي كنقولوا، وداكشي اللي كنقولوا دائما على صواب. راه ما نقدروش حنا نجيو نشوهوا سمعه ديال البنت في عمرها 17 عام. مع العلم حنا ما جيناش دقينا في بابكم عافاكم، بغينا نعرفوا اسراركم ودخلنا للبيت النعاس ديالكم وقلبنا تما وقلبنا في الكاميرات باش نعرفوا شنو دايره العاقه. لا، حنا كنا جالسين ما بينا كنهضروا في مواضيع اخرى، مواضيع اجتماعيه اللي كانت مهمه، مواضيع اللي هي العنف ديال المراه، ديال حقوق الاطفال. كنا كندافعوا، كنا كنهضروا على مواضيع اللي هي جد مهمه. لكن نتوما اللي جيتوا عندنا ونتوما اللي جبتوا لنا اسراركم وفضيحكم وشهدكم. فاش تقولي 17 عام وانتي دوزتي في علاقات الغراميه، علاقات الغير شرعيه اللي فيها بزاف ديال الحاجات، وتينا عارفه راه ماشي كلمه كنبغيك حبيبي وكتبغيني و I love you جو تيم كما قالت البدويه جو تيم وكتجو تيمني. لا لا، خلينا من I love you جو تيم وايش اللي بدي شو، فهمتي؟ خلينا مع هادشي هذا. انت راه مشيتي بعيد، مشيتي بعيد. داكشي اللي عملتيه ما عملتوش بنت 29 27 28 29 30 وما فوق، فهمتي؟ داكشي اللي عملتيه راه ما عملتوش البنت الراشده بعقلها، كبيره وازنه مرزنه. 17 عام راه دوزتي حياه ديال وحده في عمرها 40 عام. 17 عام دوزتي تقريص ديال وحده في عمرها 40 عام. 17 عام وانتي حربيه. 17 عام وانتي بنت الحرام مقطره. 17 عام وانتي باترونانيت. راه فاش كيقولوا قاصر يعني باقا انك تقدر تجي تغرير بقاصر، تقدر تلعب لها على دماغها، تقدر طيحها في الشباك، تقدر تضحك عليها بكلمه بجوج كلمات كنبغيك حبيبه انتي مرتي صافي غنضحك عليها. مع العلم انا كيبان لي بنات دابا مع كل احتراماتي ماشي للجميع مي واحد الفئه ديال الألفين كيبان لي بان هما ما كيطيحوش. كتقول له حبيبه كبيده ما كطيحش وكتمشي طيح بنت التسعينات. بنت التسعينات كتقول لها انت مرتي حيت بنات التسعينات باقي النيه كيسحب لهم ديك الكلمه اللي كتقال راه بصح. وبنات 2000 لا خلقوا مطورات من عند الله، خلقوا حربيات باترونات. سبحان الله العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله. ما فهمناش زادت فيكم نغزه، زدتو بشكل. سمعتي يا العاقه؟ ففاش جيت قلنا كتشوهوا بقاصر، انت لستي بقاصر. نعاود نقولك انت ماشي قاصر، انت راك بنت الحرام مطرقه. انت راه فاش كنشوفوك كصوره وكصوت، بعد انا ما كنعرفكش وغنشوفك اول مره غيوريو لي تصويرتك غنقول في عمرك 34 35 كشكلا، ولا سمعت صوتك وهضرتك وطريقه هضرتك غنقول في عمرك 40 عام. فهمتي؟ حيتاش ما عليكش الصفه ديال القاصر نهائيا، ما عليكش الصفه ديال مازال طفله. قاصر يعني مازال طفله. انت راك عملتي شي حوايج اللي ما عملتوش بنت راجده كيف قلت لك. قلتي واحد الكلمه بان الاب ديالنا اللي كيبيع في البشر، التجاره في البشر هي انه مثلا الاب ديالنا يدينا ومن بعد يبقى يبيع ويشري فينا للديور وما نعرفش شنو يتخلص علينا شهر لشهر. حنا الاب ديالنا ما كيبيعش ويشري فيكم، كيبيع ويشري فيكم.
دليل على ذلك هو انه كيبين لكم في المواقع التواصل لحمكم باين، مزيرين عليكم السراول، لابسين بلا ما نقول لك خليني ساكته وما نهضرش، كاع المؤهلات سيدي ربي كيبانوا، وكيتخلص عليكم من شهر لشهر. هذيك ماشي تجاره في البشر. تجاره في اللحم هذيك. سير الله يهديك، سير الله يهديك والله يتوب عليك. راه العواشر هادي سير العلامه ديال ماماك غتخرج فيك، راه علامه السخط، راه المسخوط. راه شوفوا، راه ما تعاشروش المسخوط ما تعاشروش. راه المسخوط واحد راه شي حاجه ما كتدخلش العقل. ربي قالنا الوالدين ديالكم ما تقولوش حتى اف. فما بالك امك تقول عليها بانها فاسده، بانها كتمشي مع الرجال، بانها بغيتي لها الحبس. بلاصتك انتي في قبرك فينا هي، بغينا نعرفوا فينا هي. تشي كله حيت الام بغات حقك يا المدلوله، بغات حقك يا الشيطه. حيت لو ما كنتيش شيطه وراكي معززه مكرمه في بيت باك مع والديك، كون ما كنتيش شيطه مكانش غادي يجي اللي سوا واللي ما سواش يهضر فيك. لو ما كنتيش شيطه كنتي غتخرج من دار باباك بعزك وراسك مرفوع نهار عرسك. ولكن للاسف مع من غتكلم مع وحده مسخوطه تمها شيطه الناس. عرف شنو هي شيطه الناس؟ هي انك ما عندكش قيمه، ما عندكش بلاصه امام الناس اللي ترفع فيها راسك. قيمتك طايحه وشيطه وصافي. ما سواء ما كنتيش انتينا فقط خلقتي باش باك يبيع يشري فيك ويتخلص في الشهر. هذا هو الدور ديالك للاسف. المهم كنت غنخليكم واحد المقطع قبيلتي وما خليتوش، غنخلي لكم دابا. الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله. هي التجاره في البشر. واش كيخرجنا بالليل نديرو اوتوستوب؟ فين هي التجاره بالبشر وياخذ فلوسنا؟ جال شحال هادي كانوا كيبغيو الدراري، ولكن هاد الناس هادو اللي كيبغيو يتاجروا في ولادهم كان كيبغي البنات على الولاد، لان البنات كيخدموا، كيمشي كيديهم يخدموا في الديور، وهو من شهر لشهر كيدي الماندا. هذه هي التجاره في البشر. جلست مع بابا ما صافي داكشي اللي كفاه تيدير المشروع ديالي. عظيم الا شغنقول لكم بعد المرات انا كنقولها، ما كرهش نلبس شي وجه شخصيات معروفين كلاب ونهضر به ومن بعد نحيدو. اقرب الناس ما كيقيلوش. اللي خرجت الخبره راه حرام لا في دين وحشومه لا مع ناس. شوفوا ما عندكمش ما تناقشوا فيا. هضرتي على حق وعلى صواب وكنهضر في الحق وكنهضر جديه وحقانيه وما كنكذبش وما كنتفلاش وما كنزقزاقيش. تعقلوا النهار اللي خرج بابا، نهار ديال الولايه، واللي بزاف الناس جالسوا كيلوموا فيه علاش خرجتي كتزغرت. بابا داك النهار خرج كيزغرت لانه هو ما طاحتلوش على البال غادي ماما تخرج تقول شنو كاين في الخبره وتخرج دير داك الشيء وتخرج تقول لهم بنتي كدا وتخرج. لا، هو خرج بين ان ما كاينه حتى شي حاجه، بغى يستر على القضيه في المواقع التواصل. يعني داكشي علاش زغرتنا، داكشي علاش بينا الضحكه، داكشي علاش بينا فرحانين، يعني